بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الفيديو ده أنا هعلمك إزاي توقف تشغيل الوضع الاحترافي وتعيد تفعيله مرة تانية، ولكن كالمعتاد يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، ولو عندك أي سؤال حساب على فيسبوك في الوصف فأقول تعليق ابعت لي في أي وقت. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. أول حاجة كده الحساب بتاعك هيكون بالشكل ده لو كنت مش مفعل الوضع الاحترافي. هتنزل تحت شوية وتضغط على الثلاث نقط اللي جنب بعض دول اللي أنا حاليا بأشر لك عليهم، فتلقائيا هيبدأ إن هو يفتح لك صفحة تانية كده فيها شوية خيارات. هننزل تحت شوية ونبدأ نختار تشغيل الوضع الاحترافي. بعد كده تلقائيا برضه هيفتح لك صفحه تانية فيها شويه معلومات عن الوضع الاحترافي وازاي هو بيساعدك، وفي الصفحه دي هنضغط على كلمه تشغيل، وبمجرد ما تضغط على كلمه تشغيل هيبدا ان هو يفتح لك صفحه تانية ما فيهاش اي حاجه مفيده بالنسبه لنا، وتقدر بعد ما تظهر لك ممكن تتبع الخطوات اللي هو مديها لك، او ان انت ترجع صفحه لورا عادي خالص كده. هو كده كده الوضع الاحترافي اتفعل. لو حابب ان انت تتبع الخطوات اتبعها، مش حابب فهترجع صفحه لورا هتلاقي ان بالفعل الوضع الاحترافي بدا ان هو يكون متفعل عندك على الحساب. سريعا كده هنروح لفيسبوك لايت ونشوف شكل الحساب فعلا وضع احترافي ولا لا. وبالفعل تم تفعيل الوضع الاحترافي على الحساب الشخصي الخاص بيا. وبالمناسبه لو عندك اي سؤال ابعتوا لي على حسابي على فيسبوك. وسريعا كده هروح انا اعمل مسح للبيانات بتاعه الفيسبوك ونرجع لتفعيل الوضع الاحترافي. وانا بالفعل عملت كده، ودلوقتي هنروح على الثلاث نقط برضو بنفس الشكل اللي احنا فعلنا بيه الوضع الاحترافي هنلغي بيه تفعيل الوضع الاحترافي. هننزل تحت شويه ونضغط على كلمه ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي. هيبدا ان هو يفتح لك صفحه ثانيه ويقول لك ان انت فعلا عايز تلغي التفعيل. هتقول له فعلا ان انت عايز تلغي التفعيل وتضغط على متابعه. بعد كده يفتح لك صفحه ثانيه تضغط برضو على كلمه ايقاف التشغيل علشان تلغي تفعيل الوضع الاحترافي. وبعد كده يحمل شويه وبعد كده يقول لك بالفعل تم ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي. وممكن تضغط على كلمه اغلاق دلوقتي، وبعد كده ترجع تقفل الفيسبوك وترجع تعمل ان انت تدخل على الحساب الشخصي بتاعك. هتلاقي ان فعلا الوضع الاحترافي اتلغى. فاحنا دلوقتي هنرجع خطوه لورا وهنشوف الحساب بتاعنا هيبدا دلوقتي يتحول لملف شخصي عادي خالص زي ما احنا شايفين. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش طبعا تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، ولو عندك اي سؤال حساب على فيسبوك فاول تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.